معزل ماكو على مود تاخذ راحتك وما تضايق المار. التحكم لا اكو طبقة تتأذى بهذا الشيء يعني بالصعود. يعني هسه الحمص صاعد عندك، المواد الغذائية كلها صاعدة تقريبا هسه، طحين صاعد، يعني هو يتأذى بها الفقير يعني خطية. يعني اذا مثلا هو الكيلو الحمص مثلا ب 3000 تقول له ب 3.5 ما يشتري، هاي 500 تأثر عليه خطية. فيصير ركود بالسوق يعني ما تصير حركة مثل الاسباب قديم. هو جا صعد هسه صعد ل 2 دينار وصعد المواد كلها صاعدة هسه. يعني صاعدة فوق السعر مالتها. التاجر يصعد بكيفه يقول لك اني دولار صعد من تحكي وياه. بس هو الدولار حتى لو صعد مثلا صعد ل 1000 ونص 2000 دينار المفروض ما يصعد هاي الاسعار. السوق راكد ماكو حركة. اي هو ما طول الدولار صعد حركة ماكو لان المواد كلها صاعدة هسه. من ينزل الدولار وتنزل المواد وتصير سيولة عند العالم فلوس تصير حركة بالسوق. بس هو المتقاعد ما بزيدين التقاعد مالته، الموظف ما بزيدين راتب مالته، فيصير ركود والدولار صعد. بالنسبة للمواد الغذائية على مدار السنة في ارتفاع، وتذبذب أسعار الدولار اللي هم دا يستفادون به بين حين وآخر وليس مستقر، يعني لا يستقر على 45 ولا على 120، وهسه ارتفع عبر 150. من وقع به؟ المسكين الفقير اللي ما عنده دخل يومي، هذا متضرر من يمه. وإذا نجي على جانب آخر، أزمة سياسية مصعدين الأسعار بالدولار وبالغذائية وكل شيء مصعدين الأسعار. يصير مظاهرات نفس الحالة، يعني إذا تجمع يعني منا كله براس المواطن المسكين الفقير اللي ما عنده دخل، اللي يعني هم مسوين منية عليه من طينة مال الرعاية الاجتماعية 150,000 200,000، اللي ما له ما تسوي فشي يعني. واكو ناس تضرب بالمليارات صفقات قوية يعني. وعاد احنا هنا السوق قاعد يشكون، يعني يجون ما يقدر يشتري 3 صابونات، صابونه ب1000 دينار 3 ب1000 دينار ما يقدر يشتري. ناس كثيرين الامثال هوايه اكو، وعليه لازم يراجعون نفسهم. يعني ما يعني احنا نتامل من حكومه لحكومه نقول بلكت نحو الافضل، لا ولكن نحو الاسوء. من حكومه لحكومه نحو الاسوء. يعني تجي على الكهرباء صار ايش قد يعني معجزه كهرباء؟ مو معجزه، يقدرون باكر يمشوا. بس انا اعتبره استثمار سياسي هاي الكهرباء، ياهو يجي صفقات ياخذ من يمه من برا ومن جوا، من داخل البلد وخارج البلد. استيراد الوقود بفلوس مستفادين من يمه، والمولدات ما يعادل يمكن 10 مليون مولده بالعراق. اكو ناس ورا هذا، اكو ايادي يعني ما يردون، صدقني هم ما يردون يعني هسه بالشتاء، هاي الشتاء يعني ما عندنا شتاء قوي يعني. لا هسه احنا لا مشغلين المكيفات ولا مشغلين السخانات، هم ما قويه يعني. ماكو كهرباء ليش؟ واذا اكو شيء